تخيل معايا صباح زوين، الشمس طالعة، السماء صافية بحال المرايا. مجموعة ديال الناس صغار وكبار قرروا يديروا مغامرة عمرهم ما غينساوها. ركبوا فوق منطاد هوائي باش يشوفوا المناظر الخلابة من الفوق. كلشي كان غادي مزيان، الضحك، التصاور والناس كيتمتعوا بالمنظر، ولكن الرياح في الأعلى ما كتبينش الرحمة. في منطقة هادية سميتها فيرزلاند في هولندا، نهار 13 غشت 2025 المنطاد بدا كيهبط بطريقة ماشي طبيعية. الركاب بداو كيشوفوا الأرض كتقرب بسرعة، وجوههم عامرين بالخوف. المنطاد طاح قريب من قرية صغيرة سميتها دي هوف. الصدمة كانت كبيرة، واحد الراجل مات في البلاصة، وعدد من الركاب تصابوا إصابات مختلفة، منهم اللي حالته خطيرة بزاف. الوقاية المدنية والشرطة جاو بسرعة، طوقوا المكان وبداو كيسعفوا الجرحى وسط حالة من الفوضى والبكاء. الناس في المنطقة بقاو مصدومين، حيت ماشي كل نهار كتسمع شي منطاد كيهوي بهذا الشكل وفيه 34 واحد. التحقيقات دابا كتحاول تجاوب على سؤال واحد: شنو وقع بالضبط؟ واش كان خلل في المنطاد ولا الرياح خانتهم؟ الجواب باقي مجهول. هذه الحادثة كيذكرنا أن المغامرة زوينة، ولكن السلامة أغلى من أي منظر. في ثواني الفرح كيتبدل الحزن، والسماء اللي كتحلم تشوفها تقدر تولي آخر حاجة كتشوفها. ما تنساش تخلي معاك واحد لايك وابوني. نتلاقاو في فيديو جاي.